يسميوه سلطان الصينية اللي ما نستغناوش عليه في أعيادنا ومناسباتنا السعيدة. اللي هو مقروض الكوشة. سلام غالياتي، نتمنى يلقاكم لا فيديو تاع اليوم في أحسن أحوالكم. قبل ما نبداو ما تنساوش تصلي وتسلموا على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم. كما راكم تشوفوا وصفتي المعتمدة تاع مقروض الكوشة، يجي بزاف هايل وبزاف هشيش. جربوها وتبعوا الخطوات وان شاء الله ماكمش راح تندموا. انا استعملت السميد تاع سباك تاع كيلو يعطيكم نتيجة بزاف هايلة. درت خليط بينه وبين سميد تاع كنزة. لا دات تاعو 29 ديسمبر 2025. كنت شريت كمية منه وخبيتها كي لقيتو صفر. درت كيلة تاع سميد تاع سباك وكيلة تاع كنزة أنا نحيت له الحبة الخشينة، هذيك هي اللي تفسد لنا المقروض تاعنا وإلا البراج تاعنا. الكيلات ممسوحين، الكيلة الثالثة درتها كيلة غربة السميد تاني خليط بين كنزة وسباك وكملتها بالفارينة. كما تعرفوا السميد تاع درك عاد مش مليح، لازمك ديما ديري احتياطاتك. نملحو عادي كما راكم تشوفوا. درت بمغرف هذه تاع ديسار ملح. نخلطوا النواشف مع بعضهم، بعدها نحطوا البسوس تاعنا. انايا درت خليط بين السمن، درت سمن المدينه ولا مارغرين ولا تحبي ديري بزبده تاع ستار. كي ديري بلا مارغرين ذوبيها وخليها تبرد في الفريجيدار ليله كامله. بعدها نحيها صفي لها هذاك الماء وزيدي عاودي ذوبيها وخدمي بها عادي. ولا تحبي تاني كيما قلت لك تستعملي الزبده تاع ستار، ولا كان عندك الزبده تاع البقرات الحره خير وخير. كيما راكم تشوفوا نحطوا البسوس تاعنا. نزيدوا هذيك الكيله الاولى اللي درت كيله معمره تاع السمن، وهذيك الربع كيله درتها زبده ستار كيما قلت لكم. يعطيها هذه زبده ستار يعطي المقروض قو بزاف هايل. نخلطوا هذاك البسوس تاعنا كيما راكم تشوفوا مع السميد. بعدها نبداو هذه هي الخطوة المهمة في المقروض تاعنا. نبداو كيما نقولوها هنايا في الشرق نقولوها نمحروه كيما راكم تشوفوا. كيما تشوفوا السميد صفر باينه النوعيه تاعو باللي هايله. نبقاو نمحرو فيه كيما راكم تشوفوا حتى ربع ساعه حتى يتبدل لي اللون. كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على خليط رغوي وتلقاوه تحت يديكم خفيف كيما لاموس. الصورة واضحة. نشكلوا الكرة الأسطورية كالعادة. كي ما تحلناش البسوس تاعنا ما نزيدوش. كي تلقايها تتحل بقاي زيدي بالمغرف. نخليوه بجهة، نغطيوه بساشي كيما راكم تشوفوا ولا بنيلو هذاك تاع السنية. انايا خليته باتلي الليلة كاملة. انا هاد النيلو هذا حطيته على الجهة اللي ما تطلقليش هذاك لانك هذاك اللي في النيلو كملاحظة. بعدها نجيو للغرس تاعنا. انا كانت عندي الغرس تاع البطانه كنت حطيتها في الكونجيلاتور ديكونجليتها درت 2 كيلو. حطيتهم كيما راكم تشوفوا 2 مغارف كبار تاع جلجلانيه كونكاسي محمصه. نزيد له تاني شويه قرفه. انا القرنفل كانش متوفر عندي ما حطيتوش. تحبي تاني تزيدي لها الجوز كيما تحبي. في الاول نخلطها بشويه كاس صغير تاع مزهر. بعدها نكمل نعجنها بالماء حتى نتحصلوا على كيما راكم تشوفوا غرس طريه، لازم تكون طريه. دروك كي تشرب تحكم روحها. نجيو للمقروط تاع العجينه تاعنا. كي بس لي ليله كامله شوفوا الله يبارك السميت كي شرب لي البسوس.
تستعملوا هذا كنزة كيما قلت لكم لاضات، هذا أنا استعملت، وزيدوا تاع سباك تاع كيلو. كيما قلت لكم يعطيكم نتيجة بزاف هايلة. الكيلة اللي نبل بيها أنا درت في الأول كيلة غربة، نبدا نبل في هذاك السمي تاعي بنص كيلة في الأول كمرحلة أولى، ونخليه يرتاح لي ساعة ساعتين 3، غطيه وخليه روحي خدمي خدمتك. بعدها ما يمروا الساعتين هذوك نزيدو نجيو نكملو النص كيلة اللي بقات لي تاع الماء وما الزهر خليط عفوا، نسيت ما درتلكمش خليط بين ماء وماء الزهر، ويا حبذا يكون متوفر عندكم ماء الزهر مقطر. هذه كما قلت لكم بليت بنص الكيلة هذيك تاع الماء وما الزهر. نجيب نخليوه كما قلت لكم، ونجيو نوزنو الغرس تاعنا. تحبي فيه الغرس يقول لك ديما العجينه تسمى هي الضعف تاع الغرس. مثلا هنايا الغرس وزنت 200 غرام، انت العجينه ديري 400 غرام، هذيك كي تحبي المقروض تاعك يجي مغرس. كي تحبيه ناقص ديري من 150 حتى ل 180. كما راكم تشوفوا نحربشو هكذا، نغطيوها ونخليوها بجهه. كما شفتوا عندي 2 كيلو غرس، جاوني 10 حرابش وزن كل واحد 200 غرام. نرجعوا للعجينه تاعنا تاع المقروض. كما قلت لكم بليناها المره الاولى، شوفوا الله يبارك سمي تاعنا كي شرب هذيك الكيله. بعدها نزيدو نكملو النص كيله تاعنا اللي بقات، نزيدو نبلوه بالنص هذيك تاع الكيله، وانا زدت خليته ركح من ساعه لساعتين. نحركو برك باطراف الاصابع ما نعجنوش. بعدها كي نجيبه نشكلو نزيد نشوفو الا كان لقيتو زاد شرب نزيد له. انا للامانه لقيتو زاد شرب، زدت له حوالي نص كاس تاع ماء الزهر. تسمى المجموعه انايا دالي الكيله كامله، تستعملوا نفس السميد اللي استعملت انا. شوفوا القوام تاع العجينه اللي تحصلنا عليها. هنايا المقروض تاعك دا حقه من الماء، صدقوني يجيكم مقروض بزاف هايل ويدوب في الفم. بعدها نجيو العجينه تاعنا. انا ما نطولكمش في لا فيديو، وزنتها من قبل، درت وزن العجينه 400 غرام. نيجيو درك لطريقه التشكيل. كيما راكم تشوفوا الطوابع تاع المقراض كامل عندنا 8 10 5 كامل، النقشه اللي تخرج نخرجوا معاها. نجيبوا العجينه هذيك تاعنا كيما راكم تشوفوا، باه نحطوا فيها الغرس. تحبي ديريها الشكل تاع الفوتاي وتحطي الغرس تاعك في الوسط، تحبي ديري هذه الطريقه هذه تاعي تطرحيه مربع وتحطي الغرس هذاك تاعك في الوسط. انت وطريقتك اللي موالفه تعتمديها في المقروض تاعك. وكي نلموا هذيك العجينه على الغرس، ما نديروش العجينه فوق بعضها. درك الفيديو اللي يوضح لك الطريقه. نلموا الحروف هذوك تاع العجينه مع بعضهم. كيما راكم تشوفوا، ما نديروش هذيك العجينه فوق بعضها، نلموا الحرف هذوك مع بعضهم. نشكل العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا، نديرها حرابش ونخليها. كل ما ندير حربوش نمسح لو بلون دو طرافاي تاعي بابي اسويتو باه نحي هذاك لي دام، باه تجيني الخدمه تاعي بيان فيني بنفس الطريقه حتى نكملوا جميع الكميه اللي عندنا. نخليو الحرابش هذوك تاعنا يركحوا شويه باه نبداو الخدمه تاعنا.
وكي نبداو الخدمة تاعنا نشكلوا المقروض تاعنا، نبداو بالحربوش اللي كنا خدمناه هو الأول. غطيهم كي تشكليهم وتخلصي غطيهم بنيلو ولا بساشي وخليهم. كيما راكم تشوفوا دروك نجيو لطريقة التشكيل. انت الطابع اللي تحبيه، النقشة اللي تحبيها، لازمك ديما تمسحي بالبابي اسبيتو كيما قلت لكم. انا جاني هنا الحربوش كبير قسمته، شوف الله يبارك الغرس جات في الوسط، وقلت لكم تحبي تنقصي تحبي تزيدي، هذه كل وحده وذوقها. نشكلوه ونطبعوه كما راكم تشوفوا. تحبوا الطريقه كما الطريقه اللي نعت لكم كي تطبعي باه يجيوكم الحبات قد بعضاهم، ديري بالطوابع هذوك درك تشوفوا الطريقه في لا فيديو موضحه. تحبي ديري بطريقتك اللي موالفه بها. وانا للامانه المقروض تاعي هذا كي زدت طبعته وحطيته في لي بلاطو، زدت خليته بات ليله كامله، زاد بات باه تاني يوم طيبته على راحتي. انا ما نحبش نزر بروحي. هاي الطريقه اللي قلت لكم عليها باه يجيكم الحبات قد بعضاهم، وانتي اختاري الطريقه اللي تساعدك. الطياب تاعو بطبيعه الحال المقروض يحب الفرن يكون سخون، انا نسخنه على اعلى درجه، بعدها نقص له النار ونحطه يطيب في الرف الاوسط. كي يتحمر لك من تحت زيدي شعلي له من فوق. انا نحب المقروض تاعي يطيب كيما نقولوها مش ماشي اللون هذاك تاعو، وانتي كيما تحبي، كاين اللي يحبوه يطيب بالبيض كيما تحبي. والله انا المقروض بشوفة العين نعرفه مبسس مش مبسس، من طيابه تاني نعرفه. وهذه هي وصفتي نهار اليوم. ان شاء الله نكون كفيت ووفيت اللي يعرفوا له ماذا بينا، واللي ما يعرفولوش ولا المبتدئات ولا البنات الصغار يتعلموه. وما تنساوليش لجام حبيباتي فضلا وليس امرا، باه يوصل لي لا فيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم. سلام.